السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. طبعا قبل كده اتكلمنا على مشروع كوبري 45 الدولي زي ما احنا شايفين. احنا دلوقتي في شارع 45 ظهرنا للبحر وداخلين على شارع مصطفى كامل. على شمالنا بيتم طبعا دلوقتي عمل منزل ومطلع للكوبري اللي بيتم في شارع مصطفى كامل زي ما احنا شايفين اشاير الحديد اهي. طبعا قبل كده اتكلمنا على المسار بتاعهم. لو انت جاي من 45 عايز تروح الدولي هيبقى فيه كوبري هتطلعه هتنزل على الدولي، بدل ما بنلف زي ما احنا شايفين كده. عشان نروح الدولي لازم نلف. تمام. اللي شايفينه قدامنا ده دلوقتي ده الاتجاه اللي جاي من الساعة ورايح في اتجاه 45. يعني انت لو جاي من الساعة هتركب الكوبري ده هتنزل في الاتجاه بتاع 45 على طول، مش محتاج ان انت تلف. تمام. يعني دي طلعت كوبري، احنا كده اتجاهنا كأننا رايحين ناحية الساعة. الكوبري ده هيبقى جاي من الساعة، اللي جاي من الساعة هيطلع الكوبري هينزل في الاتجاه بتاع 45. طبعا معظم الأعمال هنا لسه يعني ده يعتبر نص الكوبري اللي اتعمل، ولسه الباقي الأعمدة هيتوصل عليها الكمر والخرسانة والكلام وهيتم صبها. احنا كده بنلف في الاتجاه اللي رايح ناحية المعمورة والإصلاح والمنظرة وكده. تمام. هنشوف مع بعض دلوقتي طلعت الكوبري اللي بتتعمل دي هتودينا من اللي جاي من الساعة هتوديه تنزله على طول ل45، مش محتاج ان هو يلف. طبعا الدنيا زحمة هنا لان طبعا في اعمال كمان تحت الكوبري سفلتة وبنية تحتية وكده، فشغالين جنب الكوبري. طبعا الكوبري ده لما يخلص هيحل ازمة كبيرة، لان كل اللي كان بيلف جاي من الساعة والجاي من الدولي وعايز يخش 45 كان بيلف من ملف واحد، فالدنيا كلها كانت بتبقى متكعبلة. وفي بقى اللي عايز يطول ويروح ناحية المعمورة وناحية الإصلاح وكده، فالدنيا كلها متكعبلة زي ما احنا شايفين اهو قدامنا. ده طلعت الكوبري اللي جاي من الساعة هيطلع من هنا هينزل على 45. وزي ما احنا شايفين برضه اهو معانا جنب الكوبري اهو بيتم اعادة سفلتة الشارع من اول وجديد، عشان لما يجي ينتهي الكوبري يبقى خلاص الشارع كله اتظبط. زي ما احنا شايفين برضه نص الكوبري يعتبر خلص، فاضل معانا النص التاني في التقابلات بقى والتقاطعات. طبعا اللي جاي طبعا برضو من اللي جاي من الدولي هيطلع الكوبري هينزل هيلاقي نفسه في 45. يعني من ناحية الدولي برضو هيبقى رايح جاي، هيبقى اللي جاي من الدولي ورايح 45 هيطلع الكوبري وهينزل على طول على 45، واللي جاي من 45 وهينزل على الدولي هينزل على طول. هنشوف دلوقتي احنا هنخش الدولي هنشوف مع بعض. طبعا الأعمدة هنا خلاص بيتم بقى عمل الخرسانة زي ما احنا شايفين ما بين الأعمدة. كل الأعمدة هنا خلاص، فاضل بس الوصلات اللي ما بين الأعمدة. الكمر كله فاضل بس الكمر اللي هيوصل ما بين الأعمدة دي وبعضها. أعلى عمود ده العمود اللي جاي من الدولة، عشان هيبقى فيه مستويين، مستوى منخفض ومستوى يعني مستوى مرتفع ومستوى منخفض. هيبقى في عمودين معانا، هنشوف في عواميد اطول من بعض، لان طبعا لازم يبقى في ارتفاع، لان ده كوبري على مستويين. ليه على مستويين؟ لان طبعا في كذا تقاطع، اللي جاي من الساعة ورايح 45 واللي جاي من 45 ورايح الدولي
او هينزل كمان في نزلة تانية تنزله ناحية ناحية المعمورة. يعني لو انت جاي من 45 عايز تنزل ناحية المعمورة او اتجاه المعمورة على طول برضو بتنزل. يعني الطلعة بتاعت 45 بتنزلك على مكانين، مكان على الدولي ومكان ناحية المعمورة والإصلاح. تمام. بالنسبة للي جاي من 45، اللي جاي من 45 وعايز يروح الدولي، هيطلع ده برضو كوبري. طبعا كان في فيديو قبل كده سابق كنا شارحين فيه، تقدروا ترجعوا له، كنا شارحين فيه المستويات والاتجاهات. زي ما احنا شايفين اهو، الكوبري المرتفع ده اللي جاي من الدولي وهينزل على 45. الكوبري اللي جنبه المنخفض شوية ده اللي جاي من 45 وهينزل على الدولي. تمام. يبقى معانا هنا كوبرين، مرتفع ومنخفض. هيبقى واحد المرتفع اللي احنا شايفينه ده لسه بيكمل، ده اللي جاي من الدولي وهينزل على 45. اللي بعديه او اللي جنبه ده اللي هيبقى جاي من 45 ونازل على الدولي. وبرضو لو انت مثلا عايز تروح المعمورة فهتطلع فيه برضو مفرق، يعني في مفرق ما بين، يعني انت جاي من 45 وهتروح المعمورة، في مفرق يوديك المعمورة ومفرق تاني يوديك ناحية الدولي. وهكذا برضو نفس الفكرة، اللي جاي من الدولي هيبقى رايح على 45، هيبقى في مفرق اللي جاي من الساعة ورايح على 45. تمام. ده كده احنا داخلين على اول كوبري في الدولي. بعد الكباري اللي احنا شايفينها دي هيقابلنا اول كوبري على طريق الدولي الساحلي اللي هو كان اوله الاسدين. ده كده لسه معانا مطلع، ده كده منزل الكوبري اللي جاي من 45، ده مكمل معانا. لكن خلاص مطلع الكوبري خلاص عدينا خلاص منه، عدينا عليه يعني خلاص وشفناه. ده كده مطلع الكوبري اللي جاي من الدولي وعايز يروح 45 على طول. برضو هنا يعتبر الانشاءات خلاص قربت على الانتهاء. فاضل بس سفلتة الطرق وتمهيدها، ان الطرق اصبحت صعبة طبعا في ظل وجود الاعمال. فهيتم سفلتة الطريق بالكامل من الجزء من عند كوبري الدولي لغاية مطالع ومنازل الكباري اللي احنا شايفينها عدينا عليها دلوقتي. ده كده اول كوبري في الطريق الدولي الساحلي. هنيجي برضو بعد كوبري الدولي الساحلي هنوريكم الجزء احنا ورايحين على 45. بيتم هدم سور محطة الصرف الصحي عشان هيتم عمل توسعة للشارع، فبيتم هدم السور وهيترحل لجوه شوية بالنسبة لمحطة الصرف الصحي. هنشوف دلوقتي معانا في فيديو، بس ده فيديو قديم. طبعا في معرفتش اصور لكم فيديو حديث الاعمال اللي تمت. تم بناء سور جديد ورا السور القديم اللي اتهد، عشان يتم توسعة الشارع في المنطقة دي اللي هي ناحية محطة الصرف الصحي. هنشوف دلوقتي معانا الفيديو هيظهر دلوقتي معانا بالنسبة لمحطة الصرف الصحي. ده زي ما احنا شايفين اهو، ده اول كوبري في الدولي. خلاص احنا كده على الطريق الدولي الساحلي، خلاص مسكنا الطريق. تمام. هنيجي بقى اهو زي ما احنا قلنا، دي محطة الصرف الصحي على يمنا، وده منزل الكوبري اللي هيبقى جاي من 45 ورايح ناحية المعمورة، هيبقى على شمال. ادي محطة الصرف الصحي تم هدم السور وهيتم ترحيله للداخل شوية عشان يتم توسعة الشارع في المنطقة دي، طبعا بعد عمل الكباري دي.
زي ما احنا شايفين اهو بيتم هدم السور اهو على يميننا. خلاص السور اللي قدامنا ده هيتم هدمه، وبيتم بناء سور جديد خلفه، هيترحل شوية عن المكان الأساسي بتاعه عشان يتم توسعة الطريق هنا. كده احنا راجعين تاني ناحية 45 اهو. زي ما احنا شايفين السور اللي على يميننا ده بيتم هدمه خلاص، وادي السور البديل ورا بدأ جزء منه يبان. ده هيتم توسعة الطريق بالحتة دي كلها بالرصيف طبعا، بكل الكلام ده هيتم هدم بقية السور ده كله عشان يتم توسعة الطريق هنا، عشان الكوبري والطريق هنا ما يضيقش بعد نزلة الكوبري يعني، وطلعت الكوبري ونزلة الكوبري من 45. طبعا بنتابع معاكم كل المشاريع في محافظة اسكندرية. ما تنسوناش من اللايك والشير. يعني قولوا لنا في الكومنتات لو حابين نعمل لكم ريفيوهات عن اماكن معينة، حابين تعملوا ريفيوهات عن محلات، عن اي مكان، احنا معاكم في اسكندرية. اكتبوا لنا في الكومنتات. وكل عام وانتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. ومعاكم هتلاقوا رقم الواتساب بتاع القناة، هتلاقوه مكتوب في معظم فيديوهاتنا وعلى القناة. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، بنقدم لكم كل جديد مع قناتكم معلومة ريفيو. والسلام عليكم ورحمة الله.